هاي جايز، أنا حنان وأنا صابرة. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واليوم راح نجاوب على أسئلتكم اللي سألتونا إياها في الإنستا. ويلا نبدأ. نبدأ مع أول سؤال. أوكي، إيش اللي خلاك تصيرين يوتيوبر؟ يعني مين اللي شجعك؟ وهل تكسبين منه على قد التعب اللي تتعبينه؟ أحبك. إحنا نحبك أكثر. إيش اللي خلانا نصير يوتيوبرز؟ إنه إحنا نحب إنه إحنا صغار كنا نصور فيديوهات. إحنا صرنا يوتيوبرز من 2017. كانت فكرة حنان، هي كانت تتابع اليوتيوبرز ومرة تحبهم وتحب الموضوع إنه تقول كنا نصور أساسا فيديوهات، كنا نصور كثير في البيت، للأسف كلها محذوفة انحذفت. بس كنا نصور بين بعض وكذا ونتفرج عليها على أساس إنه إحنا يوتيوبرز وكذا، وبعدين قررنا نفتح قناة. وهل نكسب منها قد ما نتعب؟ الصراحة لا، لأنه متابعينا تقريبا 5000، بس المشاهدات قليلة لأنه أغلب متابعينا 5000 هذولي قديمين من زمان، كانوا يتابعونا على قناة صابرة من 2017 بدينا، فخاص يمكن نسيوا إننا موجودين أساسا بس لسه مشتركين، فعشان كذا يعني عدد المتابعين أكثر بكثير من المشاهدات، فعشان كذا لا ما نكسب كذا. واللي شجعنا إخواتنا كلهم حتى حاليا. في البداية لا، في البداية كانوا يقولوا إيش تسووا ما أدري إيه وكذا، بس بعدين شافوا إنه إحنا من جد نحب الشغلة هذه فصاروا يشجعونا، وصحباتنا وكذا كمان كلهم. أوكي، مين أفضل صديقة عندك؟ أنا؟ السؤال اللي سألته هذا جاء على حسابي، هذا السؤال اللي سألته صاحبتي شهد وهي عارفة الجواب، ما راح نعرف. انتي من حكم غيرك بس زي كذا. يلا السؤال اللي بعده. احكي لنا عن أحلى ذكرياتك. إيش أحلى ذكرياتك انتي؟ أنا؟ ما أدري، أحس كثير كل الجماعات العائلية حقتنا اللي فيها أبويا. إيه كلها. إيه، أي ذكرى موجود فيها أبويا أو عائلتنا كلها مع بعض، أيام السعودية يوم كنا نروح جدة، ذكريات المدرسة، أحس كلها ذكريات حلوة، يعني ما نقدر نختار ذكرى واحدة، فكلها الذكريات الحلوة كثيرة، بس أغلبها في السعودية لأن أبوي كان في معنا. شو ناوية تتخصصي مستقبلا؟ مستقبلا أنا أول شيء كنت بصير أستاذة، بس ده كان حلم الطفولة. حاليا في الطب أكثر، يعني تفكيري هناك إن شاء الله. أنا الصراحة ما أدري أنا اللي بتخرج قريب وأنا اللي ما أدري. شوفوا، يعني وأنا صغيرة برضو كنت أفكر في التدريس، بس مو أي صفوف، الابتدائي اللي نحب الأطفال أتعامل معهم وكذا، أو الروضة، أدري إنه صعب بس إنه يعني. وغير كذا من وأنا صغيرة كنت أحلم إنه يكون عندي مخبز مدري حق معجنات، محل كيك، مطعم، حاجة زي كذا، عاد ما أدري الله أعلم. يلا، كيف تشوف الحياة في أفغانستان بالنسبة للمواليد بدون ما يبان اسم الحساب؟ أوكي، في كثير طلبوا إنه ما نبين اسماء حساباتهم والصور وكذا، فعشان كذا ما راح نحط الأسئلة في الشاشة. كيف أشوف الحياة في أفغانستان بالنسبة للمواليد؟ صعبة، مختلفة كثير بالنسبة للسعودية. إيه؟ كل الجهات، بس شوي أحس تعودنا، يعني إلا ما يكون في اختلافات، بس إنه حتتعودوا عليها، ما راح تكون نفس الحياة في السعودية، بس تعودنا، يعني في حاجات الحين خايسة مو عاجبتنا بس تعودنا. ايش نسوي؟ الحمد لله على كل حال. بس بشكل عام تعتبر صعبة، خاصة في البدايات، إذا ما كنتوا عارفين اللغة زينا وزي كذا حتواجهون صعوبة، اختلاف المناهج، المواد في المدارس، عادات الناس، وفي اختلافات للحين نتعلم أشياء جديدة يعني عن أفغانستان وعن الناس اللي فيها. أنت متخرجة من الثانوية، وإذا أنت مو متخرجة من الثانوية، أنت في أي مرحلة دراسية؟ متابعتكم من الكويت، يا هلا بأهل الكويت، نورتينا. متخرجة من الثانوية؟ أنا لا، لسه ما تخرجت، المفروض هذه السنة كنت أكون ثالث ثانوي آخر سنة. وأنتي؟ أنا المفروض كنت أكون أولى ثانوي، بس أنا الحين ما تخرجت متوسط. هاي السنة كان المفروض تكوني ثانوي؟ أوكي، طبعا اللي ما يعرفوا المتابعين الجدد زي كذا، طالبان بعد ما أخذوا أفغانستان المدارس البنات الجامعات كلها تقفلت، والحين مقفلة. أتوقع كان في سؤال عن المدارس حنجاوب عليه بعد شوية كمان. الحين ما فتحوا المدارس، بس في إشاعة، يعني أتوقع إنه إشاعة بس هو يعني مو خبر رسمي، إن المدارس هتفتح بعد الفطر. عاد الله أعلم. صح، بس هو كل ما يصير مناسبة يقولوا بعدها راح تنفتح، فأنا ما أوثق في كلام. أحس إشاعة برضو، يعني قبل كم شهر برضو سووا فينا كذا، رحنا المدرسة قالوا لنا لا يرجعوا بيوتكم، ما في مدارس. الدراسة بالنسبة للبنات بأفغانستان إيش صار عليها؟ زي ما شرحنا قبل شوية، من سنة تقريبا قاعدين في البيت، ما في أي خبر عن المدارس. وقبل فترة بسيطة نزلوا خبر من حساب مو رسمي ما له دخل في طالبان، أن مدارس البنات راح تفتح بعد العيد، وكانوا كاتبين قوانين جديدة عن اليونيفورم زي المدرسي زي كذا، بس للأسف أتوقع إنه إشاعة، يعني ما هو حقيقي، فالله أعلم إيش حيصير فينا. السؤال اللي بعده، في يوتيوبرز في أفغانستان يوصلوا لنا صورة بأنه الحياة بعد عودة الطالبان أفضل وتحسنت كثير في البلد. غلط. شوفوا جي الطالبان هم أساسا ناس لهم ماضي في أفغانستان مرة سيء، ويعني مستحيل الناس يتقبلوهم بسهولة بسبب الأشياء اللي سووها زمان، بس وجودهم حاليا له سلبيات وإيجابيات. يعني إيجابيات كمان، غيروا كثير في شو اسمه في الأسواق وزي كذا،
مرتبينها، مظبطين الشوارع وحاجات زي كذا، واتوقع يزرعوا كذا اشجار وحاجات. المهم يعني مهتمين في رمضان، في بدايه رمضان في الشوارع كذا مسوين زينه عن رمضان وحاجات. هاي اشياء حلوه يعني تخلي الواحد يفرح. في قوانين كثير كويسه من ناحيه النصب في الاسعار في المحلات وزي كذا، صايرين ما يخلوا الناس يسحبوا حرفيا يمروا على المحلات وزي كذا، انه لا يرفعوا الاسعار وينصبوا على الناس من غير سبب. بس له سلبيات، وسلبياته احسها اكبر من الايجابيات. لانه يعني ايش يعني انكم تقفلوا مدارس البنات؟ شيء احنا حاليا من سنه ونص عايشين حياه في كل البيت. يوم تكراريه، كل شيء نفس في الشيء. ناس كثير بنات يعني احنا ترى وضعنا عادي، احنا متاملين ان المدارس بتفتح وقاعدين عادي. في ناس اكتئبوا، في بنات كثير دخلوا اكتئاب انه ايش حيصير في مستقبلي، دراستي خصوصا الجامعيات. ايوه، فشيء مرة ليش؟ المشكلة ما يقولوا السبب، ما يقولوا متى يقولوا نحن نفتح مدارسكم، بس ما يقولوا السبب. يعني لو ما بتفتحوا يقولوا ما بنفتح، لو بنفتح يقولوا متى بتفتحوا وليش قاعد تتأخر. مخليين البنات في حالة انه يا الله ايش حيصير في مستقبلي، يا الله متى هذا يعني لا هنا ولا هناك، قاعدين في النص على الهواء. بالنسبة لنا يعني احنا ما نحس ان الحياة تحسنت كثير، لانه مستقبلنا بيضيع. مستقبلنا بيضيع اذا ما كملنا. معنا اخر سؤال اللي هو كم اعماركم؟ انا عمري 16 وانا عمري 18. طبعا هذا كان اخر سؤال. فالحين احنا في العشر الاواخر ومره مشغولين وما عندنا وقت مره للتصوير. حتى هذا الفيديو بيلقوه من كم يوم بالله انهم يسالونا بنقوم بنصور. تونا اليوم نصوره، ان شاء الله يلحق ينزل يعني يوم الجمعه، برضه تاخرنا كان المفروض ينزل الخميس. المهم يمكن ما نقدر نصور لكم، يمكن ما نقدر نصور لكم التجهيزات للعيد، مشترياتنا وكذا، وبنسوي توزيعات كمان. ايوه، فاذا ما صورناها فيديو لكم راح ننزلها في الشورت فيديوز، فكونوا متاكدين انكم مشتركين في القناه وفعالين الجرس وشيكوا دائما على خانه الفيديوهات القصيره، لانه يعني اذا ما صورنا فيديو فلوج كامل الا ما ننزل هناك حاجه قصيره، فيا لا تنسوا تتابعونا هناك، لا تنسوا لا تنسوا تشيكوا على خانه الفيديوهات القصيره. بس والله هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك، سبسكرايب، كومنت وشير، ولا تنسوا تتابعونا كمان على حساباتنا في الانستا. مع السلامه.